أو ربما محاولة تجميع المعارضة. هل هذا الكلام مبني على أسس؟ أنا طبعا من لحظة خروجي لاحظت أنه تحتاج المعارضة إلى نقاط قوة، فأنا أخرجت لحاول إضعاف النظام. كنت خروجي نقطة قوة للمعارضة. عندما أتكلم عن خريطة الطريق هي بين الداخل الوطني الشريف مع المؤسسة العسكرية الشريفة مع الجيش الحر الشريف مع المعارضة الخارجية الشريفة. هناك نقاط تقاطع كبيرة على أساسها تبنى الدولة. من هنا ننطلق نحن. النظام خارجا ننطلق نحن أي أنت. أنت لم تجبني عن دورك الشخصي. أنا دوري هو توحيدي. أنا دوري هو مع شخص واحد لا يستطيع أن يفعل شيء. هناك المفروض تكون كتل كاملة، فرق عمل كاملة منسجمة مع ذاتها، مجموعة من الضباط الشرفاء في الجيش النظامي، مجموعة من الضباط الشرفاء من الجيش الحر، مجموعة من المعارضة الخارجية، مجموعة من الشرفاء الداخل. هي تشكل شبكة حاضنة لاحتضان سوريا، لأن النظام يريد أن يدمر سوريا، إما أنا أو دمار سوريا. نحن نريد لا، أنت خارجا، سوريا تبقى هي سوريا. جنرال، الخطاب الغربي تركز على طلب الرئيس بشار الأسد أن يتنحى. هل برأيك هذه الاستراتيجية مخطئة؟ يعني مفروض كان من البداية يجب وضع استراتيجية للخروج من الأزمة، وليس التركيز على أن يرحل. عندما نقول يجب أن يرحل، يجب أن توضع خطة لرحيل بشار الأسد. لم يضع المجتمع الدولي خطة لرحيل الأسد. كان المجتمع الدولي عليه أن يضع خطة منسجمة مع واقع الحراك الثوري، منسجمة مع واقع التصريحات الدولية، منسجمة مع واقع الحراك الدولي، منسجمة. عندما يقول المجتمع الدولي أن يرحل، عليه أن يكون ذلك مبني على معطيات حقيقية على الرحيل، وليس مجرد تصريحات إعلامية أو تصريحات داخلية أو أي شيء. المجتمع الدولي الغربي الممثل بالكتلة الغربية والدول العربية وتركيا أن لها جهود مشكورة في مساندة الشعب السوري والبقاء على دعم الشعب السوري. هذا البقاء يحس الشعب السوري على أنه ليس لوحده، أن هناك دول تتضامن لكي يصل الروسي والإيراني ليقتنع أن هذا النظام لا يستطيع أن يستمر. هذا النظام انتهى. عليه أن يعرف المجتمع أن هذا النظام انتهى، لكن يجب أن نسرع في سقوطه، لأن إذا لم نسرع في سقوطه سيخلق كارثة إنسانية على الأرض، وسيورط الأطراف الدولية ويورط الأطراف الإقليمية، وسيحاول بالهروب من أزمته إلى الأمام. ولا يوجد خريطة طريق لدى النظام للخروج من الأزمة إلا القتل والقتل والقتل للخروج من هذه الأزمة. كعسكري وعلى معرفة وعلى دراية بالنظام العسكري السوري، إلى أي مدى يمكن للنظام في سوريا أن يذهب في التعامل عسكريا مع المعارضة؟ هل تتخوف مثلا كما يتخوف الأمريكيون من استخدام أسلحة بيولوجية أو جرثومية؟ طبعا إذا تعرض لضغط أكثر ممكن يلجأ النظام لسلاح كيماوي، بس في مناطق محدودة محددة مشان ما يتأثر، لكن ممكن يستخدم النظام الأسلحة الكيميائية. أكيد ممكن يستخدمها. ممكن يستعمل أي شيء. واحد استعمل طائرات ودبابات، ما تسأل إذا يستطيع. استعمل ضد ناس مدنيين، هذا لا تسأل إذا يستعمل أو لا يستعمل. ما دام وصل لهذا الحد هذا السلاح، أنا لم أدخل المؤسسة العسكرية لأقتل الشعب بهذه الطريقة. دور الجيش السوري مستقبلا هذا مع احتمال سقوط النظام السوري، كيف تقيم وكيف ترى؟ ما هي رؤيتك للجيش في المستقبل؟ هل ستكون سوريا دولة عسكرية مثلا؟ يعني أكيد الجيش السوري المستقبل، أكيد النظام سيسقط. يعني الاحتمال، هي كلمة احتمال سنلغيها، النظام سيسقط، والجيش السوري الشريف الوطني المتفاعل مع الجيش الحر سيكون دوره حماية المدنية الدولة وعدم تدخل، وديمقراطية الدولة، وعدم تدخل نهائيا بالأجندة السياسية للدولة، والحفاظ على كرامة المواطن وكرامة المواطنين. هذا هو الجيش، هذا دور الجيش، حفاظ على كرامة الشعب السوري، وحفاظ على السلم الأهلي، وحفاظ على وحدة سوريا، وحفاظ على النسيج الاجتماعي لسوريا. وهذا ينسجم على شرفاء، ونحن نعمل مع شرفاء الجيش السوري الحر والجيش السوري النظامي. سنتعامل مع الشرفاء لبناء سوريا المستقبل اللا عسكرية،
الغير معسكرة، لكن هذا الجيش فقط حماية المدنيين السوريين. سأعود إلى نقطة مهمة، وهي أنك أنت شخصيا تعرضت لانتقادات لاذعة من بعض أطياف المعارضة في الخارج. هل أنت قادر على التواصل معهم بالفعل من أجل حكومة انتقالية، من أجل توحيد المعارضة في الخارج، وربما ربطها بمعارضة الداخل كما قلت قبل قليل؟ أكيد، يعني أنا تواصلت مع أطراف، شفت في أطراف غير منسجمة أو لا تملك رؤى أو لا تملك. نحن بنحاول، قلنا من بداية الحديث أنه هناك في نوع من عدم خبرة أو في عدم، طبعا ما بدنا نحكي مشان ما يصير في هجوم، لأنه أي شيء بتشوف بيهجموا معارضة إلغائية عوض ما تكون موحدة، دائما يتفقوا على إلغاء الآخر عوض على استيعاب الآخر. يجب أن يستوعبوا، كل المعارضة تستوعب نفسها وتتجاوز المنعطفات والمزلقات الصغيرة التي يضعها النظام لديها. يجب أن تترفع بنفس المعارضة وأن تتنازل لبعضها لكي نصل إلى إسقاط النظام، وليس فقط لاقتسام النظام قبل إسقاط النظام. يعني نحن فقط لا نبحث عن حكومة انتقالية لمجرد حكومة انتقالية. هذه الحكومة الانتقالية إذا لم يكن لها قاعدة على الأرض، إذا لم تكن لها، ستبقى مثل القرارات اللي منحت علينا. أي قرار يؤخذ من الآن إلى القادم هو أن يكون قرار مبني على أسس حقيقية لإخراج سوريا من هذه الأزمة. لا نستعمل حكومة انتقالية إذا لم يكن لها قاعدة شعبية، إذا لم تكن مبنية على تواصل مع المجتمع السوري، إذا لم تكن ممثلة لأطياف المجتمع السوري، تمثيل حقيقي لهذا الحراك. هذا الحراك الثوري يجب أن يمثل، يجب أن تمثل الدولة في هذا الحكومة الانتقالية، يجب أن تكون حكومة منسجمة. اليوم أنا أعتقد أن لم نصل إلى فكرة حكومة انتقالية للخروج لدفش الأزمة إلى الأمام أكثر. عندما نقول حكومة انتقالية يجب أن يكون النظام ساقط، تكون جاهزة الحكومة الانتقالية. أما أنا أتكلم عن حكومة انتقالية ويسقط النظام بعد 6 أشهر، تفقد الحكومة الانتقالية مصداقيتها. فيجب أن تكون هذه ضمن خريطة الطريق، حكومة انتقالية مع آلية لإسقاط النظام، آلية من داخل سوريا، وليس فقط تشكيل حكومات، وليس الحالة الليبية أو أي حالة أخرى. جنرال طلاس، ما هو دورك في هذه المرحلة المقبلة، المرحلة الانتقالية؟ طبعا دوري أنا هو مساعدة الشعب في مرحلة انتقالية، وبعدين اللاحق الشعب هو الذي يقرر. هناك صناديق اقتراع هي التي تقرر ما هو الدور الآتي. أنا دوري فقط هو تأمين انتقال سلمي إلى سوريا وتخفيف حجم الخسائر الذي ستعاني منه سوريا. وأنا أنا لم أسعى إلى منصب في وجودي في سوريا، فلن أسعى إلى منصب في وجودي خارج سوريا، لكن أنا بيهمني هو تحقيق انتقال سلمي للسلطة وصناديق اقتراع تحدد. كان هناك الكثير من الغموض في طريقة خروجك من سوريا جنرال طلاس. هل صحيح أن الحكومة الفرنسية ساعدتك في الخروج من سوريا، وكيف تم ذلك؟ صحيح، ساعدتني أجهزة فرنسية للخروج من سوريا، ومشكور طبعا، تشكرت ذلك في الإعلام سابقا. أنا انشققت عن النظام من الشهر الثالث من بداية الثورة. قابلت المتظاهرين، قابلت الثوار، استمعت إلى طلباتهم. شعرت أن النظام لا يريد أن يغير، شعرت أن النظام يكذب على الثوار، يدور الزوايا. فأنا اعتزلت في مكتبي ولم أستمع إلى أحد، وقررت الانشقاق وقررت مساعدة الثوار. وقلت للثوار من بداية الأزمة أنا قطعت خيوطي مع النظام إذا لا يريد الإصلاح. فأنا تفاعلت مع الثوار، ومطالب الثوار كانت حقيقية. وهناك الكثير من الذين اجتمعت معهم قتلوا أو سجنوا أو عذبوا نتيجة مطالب إنسانية حقيقية. أنا كنت تماما متابع هذه الأحداث. وثم عسكرت الثورة وحولت إلى مؤامرة. تعرضت لعدة مواقف قبل الخروج، كان في عدة احتمالات لعدة دول، لعدة اتجاهات. اخترت الطريق الأسهل، لكن طلع معقد هذا الطريق. ساعدتني فرنسا في الخروج. لن أذكر هذا الطريق إلا لاحقا من أجل حماية هذا الطريق، ومن أجل حماية كل
الدوائر التي شاركت في خروجه، لأن هناك مجموعات متعددة شاركت في خروجه، مجموعات منسجمة مع نفسها وكانت متتابعة في التسليم والاستلام، وكانت كلها أمينة وذات ثقة. وشفت معاناة حقيقية أثناء الطريق، وشفت شعبنا طيب وشعبنا بسيط. كان على النظام أن يصغي لهذا الشعب. كان الذي أخرجني مجموعة منسجمة من العسكري، من الجيش الحر، من المهندس الإلكترون، من سائق السيارة الذي لا يخاف، من مجموعة متكاملة أخرجتني من سوريا، مجموعة متناغمة. عندما تتناغم هذه المجموعات لن تخسر الثورة، أنا متأكد من ذلك. وإذا طلبت منك كلمة أخيرة للرئيس الأسد، هل أنت بمكان أن تتحدث إليه وتقول له كم كلمة؟ أتمنى أن يصغي إلى العقل، وأتمنى أن يقف كبطل ويحاسب نفسه إلى أين وصلت سوريا الآن، وأن يجد لنفسه مكان لكي يقف على منعطف ليحمي نفسه وعائلته. أتمنى ذلك من رئيس الأسد. بذلك تحمي سوريا. علينا أن نفكر بسوريا، لا نفكر بأشخاص. سوريا باقية، الأشخاص ذاهبون، كلنا ذاهبون، سوريا باقية. تاريخ يجب أن يسجل له هذا الموقف. لم يستطع أن يدير الأزمة، فشل في إدارة الأزمة، انتهى. أنا فشلت في إدارة الأزمة، أخرج خارجها. العميد مناف طلاس، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع برنامج بلا قيود. شكرا على بقائكم معنا، وإلى اللقاء.